السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض حواوشي الطاسة. اول حاجة معايا لحمة مفرومة وعليها قطعة ليا. الليا دي طبعا لازم تبقى مفرومة، هي بتدي طعم حلو جدا للحمة وبتخليها فيها دهون، بتدي طعم للعيش طبعا في الحواوشي، ودي اختياري. ومعايا بهارات. البهارات انا طبعا كتبت لكم ايه هي البهارات بالظبط في المكونات في الاول. فهضيف البهارات وهضيف عليها البصل. بصل ممكن تبشروه او تفرموه او تقطعوه مكعبات زي ما انتوا حابين، انا حابه اقطعه مكعبات. وعليها البقدونس. طبعا كل الحاجات دي اختياريه، ممكن تعملوا اللحمه بس بشويه البهارات وهتكون حلوه جدا برضو. بعدين بقى هقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا، وبعدين هحطها في التلاجة مثلا نص ساعة قبل ما احطها في العيش، علشان كل البهارات واللحمة والخضار ياخدوا من طعم بعض. دلوقتي بقى جبت فلفل رومي قطعته حلقات او تقطعوا زي ما انتوا حابين مكعبات. وجبت واحدة فلفل حار، وجبت طماطم قطعتها شرايح. وانا بقى جبت النهاردة عيش شامي هعمله فيه، طبعا ينفع تعمله في اي نوع عيش وكلهم هيطلعوا احلى من بعض. هحط بقى اللحمة جوه العيش وهفردها كده زي ما انتوا شايفين. احسن حاجة ان انتوا تحطوا فيها كمية متوسطة من اللحمة، لا هي قليلة قوي ولا كتيرة قوي، علشان طبعا احنا لسه هنضيف خضار. الخضار ده بيدي طعم حلو قوي للحواوشي، لو حابين تضيفوه تمام، مش حابينه تكتفوا بالخضار اللي جوه اللحمة نفسها مفيش اي مشكلة. خدوا بالكم كمان لو هتعملوها في عيش شامي ان العيش ده خفيف جدا، فما تزودوش جوه اللحمة علشان ما يتقطعش منكم، خصوصا ان احنا هنسويه فوق في الطاسة وهنقلبه كذا مرة. اهو بوريكم بقى الرغيف من جوه شكله عامل ازاي. هحط بقى الفلفل الاخضر والطماطم، الحاجات دي انتوا ممكن تقطعوها مع خلطة اللحمة نفسها مفيش اي مشكلة. ممكن كمان تحطوا شوية برغل. البرغل طبعا بنبقى نقعينه قبلها بشوية، وبعدين بنغسله ونصفيه ونعصره من المية كويس جدا وبعدين نضيفه. ميزة البرغل انه هيخلي اللحمة ما تكشش معاكوا، سواء بتعملي كفتة بتعملي حواوشي اي حاجة اذا حابين. هدهن بقى العيش من بره بدهنة زيت خفيفة جدا، لان زي ما انتوا عارفين انا هسويه من فوق في الطاسة، فعلشان ما يتلسعش مني وياخد كله لون، يعني لون مظبوط وحلو. دهنة خفيفة جدا، ما تزودوش، لان اللحمة طبعا احنا حاطين فيها ليا وهي اصلا بيبقى فيها كمية دهون. المفروض لحمة الحواوشي او الكفتة ما يبقاش فيها، يعني يبقى فيها نسبة دهون، ما تبقاش كلها لحمة حمرا، عشان ده بيدي طعم حلو قوي. بجيب الطاسة بسخنها كويس جدا، ما بدهنهاش اي حاجة، كفاية ان انا دهنة العيش نفسه. وبعدين الخطوة دي مهمة قوي، ان انا لازم اغطيها كويس علشان اللحمة من جوه تستوي بالبخار، وبوطي النار بخليها متوسطة وبسيبها دقيقة دقيقتين واقلبها على الوش التاني، وبس كده بيكون شكله زي ما انتوا شايفين، ومن جوه اللحمة مستوية وطرية وحلوة قوي، وبرضه هيطلع مقرمش معاكم. مش معنى ان احنا سويناه من فوق ان هو هيطلع طري، لا خالص، هيطلع مقرمش وهيطلع اللحمة مستوية وكل حاجة هتبقى مظبوطة جدا. انا هنا كنت عاملة جنبي بطاطس شيبسي بس، طبعا لو حابة تعملي جنبه مكرونة او اي حاجة، او حابة حتى تخليه لوحده هو كافي وحلو قوي. وبكده اكون خلصت. لو عجبكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة.